السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا في الركوع وقلت سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ولو أنا في السجود بقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، حكم الصلاة بطلة ولا صحيحة؟ بص يا أخي الكريم، أنت بين حالتين: المرأة التي تصلي منفردة والرجل الذي يصلي منفرد، ماشي؟ هذا يجب عليه سجود السهو. ليه؟ لأنه ترك واجب، ماشي؟ والواجب ده لابد أن يجبر بسجود السهو قبل السلام. يبقى أنت بتصلي لوحدك، ماشي؟ وأنا في الركوع أقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وما تدركتش وقلت سبحان ربي العظيم. طب افرض أنا بالركوع وأنا راكع كده بقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وبعد كده افتكرت ان انا في الركوع قلت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، خلاص هذا سهو ان شاء الله. هذا الامر لا شيء فيه، لان الانسان هنا ايه، يعني ترك شيء من السنن. طيب لو انا بقى مأموم وانا بصلي في جماعة وراء الامام، هنا الامام يتحمل عني. يعني انا لو بصلي في جماعة وانا بقول سبحان ربي الاعلى في الركوع وقلت سبحان ربي العظيم في السجود، ماشي؟ الإمام يتحمل عني؟ نعم يتحمل، لأن الإمام ضامن. الإمام أيها الأحبة ضامن. واضح كده؟ طيب يجب علي إن أنا أسجد للسهو؟ لا يجب عليك أسجد للسهو إلا في حالة واحدة، ماشي؟ لو أنا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية والثالثة، واضح؟ فأنا كده مظبوط، فأنا كده كده هصلي الركعة الثالثة لوحدي أو الركعة الرابعة لوحدي. طيب أعمل إيه بقى؟ هنا آتي بسجود السهو قبل السلام. ده في حالة إيه بقى؟ إن أنا أخطأت في الركوع وقلت سبحان ربي الأعلى، ماشي؟ أو أخطأت في السجود وقلت سبحان ربي العظيم ثلاثا، هذا إن شاء الله عز وجل يجبر بسجود السهو قبل السلام. قلنا إمتى؟ إذا كنت مسبوق. أما إذا كنت مع الإمام خلاص، هذه الحالة لا شيء على الإنسان فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.